هاي يا جماعة، أنا عالية. أنا عارفة بقالي كتير أوي مختفية، أكتر من شهرين تقريبا أو 3 شهور. حاجات كتير أوي حصلت. لازم هطلع أقولها لكم في فيديو عشان لما تيجوا كوريا تستفيدوا من اللي أنا تعرضت له أو كده. وبس كده إن شاء الله هطلع وأقول إيه سبب اختفائي. وبس كده، يلا نبدأ الفيديو ونشوف إيه موضوع النهاردة. في كوريا يا جماعة، أول ما هتيجوا لازم، في كوريا كلها عامة عبارة عن ابلكيشنز يعني كل حاجة تعملوها عبارة عن ابلكيشنز. هتخرجوا، هتعملوا، هتاكلوا، هتشربوا، كل حاجة، يعني كل حاجة عبارة عن ابلكيشنز وانتوا بتتعاملوا بيها. فانا في الفيديو النهارده هقول لكم ايه اهم الابلكيشنز اللي انتوا اول ما تنزلوا كوريا لازم تكونوا محملينها، ولازم يكون على موبايلكم عشان ما تحتاسوش وتلاقوا كل اللي انتوا عايزينه. يلا نبدأ الفيديو. النهارده اتكلم على كذا انواع ابلكيشن مواصلات. طبعا الحلال، بس ده هعمله في اخر الفيديو ان شاء الله. الحلال، المواصلات، الشوبينج، الشغل، ازاي تلاقوا سكن، كل ده ان شاء الله هعمله في الفيديو ده. فيلا نبدأ باول ابلكيشن هتكلم عليه، هو نيفر ديكشنري. نيفر ديكشنري زي ما تشوفوا هنا، ده هتحطوا العنوانين، يعني انتوا تحطوا انتوا فين دلوقتي والعنوان اللي انتوا عايزين تروحوه. بصوا، هيقول لكم انتوا المفروض هتاخدوا قد ايه من الوقت، ايه الباصات وارقامهم المفروض تركبوها، وعنوانهم بالتفصيل. يعني مش كمان هيقول لك الرقم ويسيب كده، لا، عشان في كوريا باص ستيشنز كتير قوي، لدرجه ان انتوا يعني ممكن يكون في 2 جنب بعض، ده بيقف فيه باص وده بيقف فيه باص تاني خالص. فهيقولوا لكم العنوان بالتفصيل، وهيخلوكوا يعني بجد، يعني بجد من احسن الابلكيشنز اللي انا لحد دلوقتي حاسه ان انا مش غريبه في كوريا. يعني انا حاسه ان انا كاني في مصر. ده في مصر كمان كنت بتوه، في كوريا ما بتوهش خالص بسبب الابلكيشن ده. هيقول لكم تغيروا كم مره، هيقول لكم بالتفاصيل، هيقول لكم تمشوا ازاي، هيقول لكم ايه الباب اللي اول ما تخرجوا منه هتلاقوا الباب الخروج على طول، هيقول لكم السعر، هيقول لكم كل حاجه ممكن تحتاجوها عن المشوار ده. فانا الابلكيشن ده الصراحه انا بشوفه ان هو من اهم الابلكيشن اللي انتوا ممكن تعملوها، اللي انتوا ممكن تحملوها قبل ما تيجوا كوريا. مهما حصل لازم تحملوها قبل ما تيجوا كوريا. تاني ابلكيشن هتكلم عليه هو 4 ابلكيشنز: جوب كوريا، كو لايف، البا جانكوك، والبا مون. هسيب لكم كله هنا. ده لو عايزين اول ما تيجوا هتلاقوا شغل للطلاب وللناس اللي قاعدين عادي وكل حاجه. هتعرفوا، هعمل لكم تفاصيل عن الابلكيشنز دي وازاي تعملوا سيرش. فده من اهم الابلكيشن برضو اللي انتوا المفروض تعملوها، حتى لو انتي طالبه تحتاجي تشتغلي طبعا هنا، او لو مش محتاجه براحتك، بس الاكتريه بيحتاجوا عشان العيشه هنا. فهتحتاجوا الابلكيشنز دي قوي، وفي شغل للطلبه وفي شغل كل الناس، وبالذات كول لايف عشان خاص بالاجانب شويه. فهتلاقوا في حاجات كتير قوي، اللي هو غالبا بيبقى مطاعم او كافيه او طبعا مصانع. ودي طبعا حاجة ترجع لكم انتوا في الاخر، اختيار الشغل اللي انتوا عايزينه. وجاب كوريا دي للحاجات البروفيشنال شوية، اللي هي مش بارت تايم على قد ما هو شغل هتكملوا بيه. فانا ده من اجمل الابليكيشنز اللي ممكن تحتاجوها، وتقريبا الابليكيشنز التانية شوية مش مشهورة زي دول، فدي من اجمل الابليكيشنز. ابلكيشن تاني هتكلم عليه، انا جبت موبايلي التاني عشان اعرف اسمه مش بعرف انطقه خالص يا جماعه. اسمه موفكو حاجه كده، يعني هسيب لكم اسمه هنا واللوجو بتاعه هنا، عشان مش طالبه ان انا يعني احراج خالص بجد. الابلكيشن ده انتوا بتعملوا الباركود بتاع اي منتج انتوا عايزينه، وده المنتجات الحلال في كوريا. في المطاعم الحلال اللي ممكن تحتاجوها، القبلة، المساجد اللي موجودة، كل حاجة ليها علاقة بالأكل الحلال، كل اللي بتحتاجوه. تخشوا أي سوبر ماركت، تعملوا سكان على الباركود، هيطلع لكم الأكل ده فيه خنزير أو حلال أو مش حلال. فالابلكيشن ده مهما كان لازم يكون على موبايل أي مسلم في كوريا، عشان يعني لامم اكترية المنتجات الكورية. والصراحة انا بحبه جدا، عشان لما بكون في السوبر ماركت ده اسهل حاجة انا بعملها. وده بجد من الابليكيشن لازم تحملوها، لازم 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 لازم، عشان ده تقريبا بتاع يعني الابليكيشن الاوفيشال اللي هو بتاع المسلمين في كوريا، فممكن تعملوه.
وطبعا هيبقى في قبلة، بس ممكن برضو في ابلكيشن تاني اسمه الابلكيشن يا جماعه اسمه قرآن مجيد، هسيبهولكوا هنا برضو. ده القبلة بتاعته الصراحة يعني صح اكتر، يعني بحسها ان انا بستعمل كذا كذا ابلكيشن للقبلة، وفي ابلكيشنات كتير قوي للقبلة، يعني دي مش الحاجة اللي اتكلم عليها، ده في كتير جدا. فمن الحاجات اللي هتحتاجوها في كوريا عشان محدش عارف القبلة طبعا طبعا، فدي من اكتر الحاجات اللي هتحتاجوها في كوريا. تعالوا بقى نروح للشوبينج وان احنا نرفه عن نفسنا شوية، وطبعا مش هنلاقي احسن من كوبان. كوبان ده يعني يقول لكم حاجه زي النون وجوميا والحاجات دي، بس حاجه على اوسع، وان فكره ان انت ممكن كمان تبعتوا تجيبوا حاجات من بره، يعني ممكن مثلا يعرضوا منتج موجود في امريكا، تبعتوا تجيبوه هيجيلكوا خلال يومين او 3، وطبعا مفيش جمارك مفيش الكلام ده. ومن احلى الابلكيشنز اللي ممكن تستعملوها في كوريا هو كوبان. كوريا كتير قوي موضوع الاونلاين شوبينج ده، بس اكتر حاجه مشهوره انا جايبه لكم كوبان، ده اكتر حاجه مشهوره، يعني عشان ما تقولوش ان ده الحاجه الوحيده اللي انا بقولها، لا، في يعني حاجه، في حاجات لا تحصى، حرفيا لا تحصى، فده من اجمل الحاجات. وطبعا لو عايزين ميك اب هيبقى اوليف يونغ، برضو في الميك اب اللي احنا كلنا نحلم بيه حرفيا، الكوري بقى والعالمي وكل حاجه، والسكين كير وكل حاجه، فدول اكتر شركتين مشهورين. كوبان في الشوبينج اللي هو لو عايزين حاجات البيت، اكل شرب هدوم ميك اب، واوليف يونغ متخصص للسكين كير والميك اب بس، فدول احسن اتنين انا برشحهم شخصيا ان انتوا تستعملوهم. طبعا لو انتوا قاعدين بالليل مثلا وعايزين تطلبوا اكل هتعملوا ايه؟ هيبقى مفيش احسن طبعا من يوجيو وبيتال، دول اكتر ابلكيشنز مشهورين هنا، والصراحة انا شخصيا بحبهم جدا وبستعملهم من ساعة ما جيت. آه، استعمالهم سهل جدا، ومش هتحتاجوا ان انتوا مثلا تروحوا وتتكلموا، عشان اول ما تيجي انا عارفة الكلام هيبقى صعب، بس دي من الابلكيشنز اللي هتحتاجوها، او ان انتوا لو قاعدين بالليل وعايزين تطلبوا اكل، دي من الابلكيشنز اللي انا بستعملها. مفيش كلام كتير، هي حاجة زي طلبات والمنيوز، وبيبقى فيها برضو مارت زي كوبان كده، زي ما قلت لكم في اكل وشرب، بس انا قلت لكم ان كوبان على اوسع، والاوفرز اللي بيدوها احسن كتير طبعا عشان شركة كبيرة. ف دول احسن ابلكيشنز لو عايزين يعني تطلبوا اكل او كده. اخر حاجة والمفروض هتكلم عليها، انا الصراحة اللي هو السكن وازاي تلاقوا سكن، انا الصراحة عمري ما اتعرضت، عشان ادم دايما هو اللي هو زوجي هو اللي دايما بيدور على السكن وبيلاقيه، فانا لو قلت لكم انا جربت حاجة وتعملوا كده هكون صراحة بكدب عليكم، بس انا عملت سيرش لقيت اصحابي مثلا منزلين ان في حاجة اسمها شيت بان، او اكتر حاجة ممكن يعني في ناس بتبقى بتنزل، يعني ممكن تكتبوا على اليوتيوب كيف يعني كيف اجد سكن في كوريا، لو ناس كتير متنزلين احسن مني وافضل مني بكتير، فانا مش عايزه اضللكم، انا قلت الحاجه اللي انا اعرف فيها، الحاجات اللي فاتت دي كلها، لكن السكن صعب قوي. بس كده، انا دي كان الفيديو بتاع النهارده، اتمنى يكون عجبكم وخفيف على قلبكم، واكتبوا لي في الكومنت ايه الفيديوهات اللي انتوا نفسكم اعملها في كوريا، وايه اللي انا نفسي اللي انتوا نفسكم تشوفوني فيه، وايه الحاجات اللي انتوا عايزين تعرفوها. ان شاء الله زي ما قلت لكم هوعدكم هعمل لكم الفيديو انا ليه اختفيت الفتره دي كلها وايه اللي حصل وكده. طبعا اللي مش تابعني على انستجرام هسيب الانستجرام بتاعي تحت، والتيك توك، دول من اكتر الابلكيشنز اللي انا اكتب عليهم جدا، وتقريبا ما بسيبهمش، فدول اللي انا يعني ان شاء الله يعني هكون عليهم، يعني دايما معاكم عليها. بس كده، وبحبكم جدا، وشكرا ان انتوا وصلتوا لحد دلوقتي، وباي باي، ويومكم سعيد ان شاء الله.